تتمايل سنابل القمح الصفراء أمام نسمات الهواء التي تضربها، فتدفعها يمينا وشمالا، ولا تقع منها تلك الحشرة التي تسلطت على القمح هذه السنة. بعد أن تنفس المزارعون السعداء بمجيء المطر ولو متأخرا، وظنوا بأن الموسم سينقذهم من بؤسهم وديونهم، ولم تكن الحشرة التي باتت تأكل رزقهم في الحسبان. أما ما تبقى من شباب وفتيات القرية فتراهم كالنحل يستيقظون فجرا ويصعدون السيارة التي تنتظرهم أمام القرية ليذهبوا لإزالة الأعشاب التي نمت بين القطن، وهذا القطن يكون عائدا لأحد ملاكي الأراضي في القرى المجاورة. وهؤلاء الشباب والفتيات يعملون بأجر يومي. يقول أحد الشباب للبقية وهو يصعد السيارة: من أين يأتي أبو حسن بمصروف بيته وكل أولاده يدرسون وهو لا يعمل؟ فيرد عليه الآخر: وما دخلنا به، ليرزقه الله ويرزقنا أيضا. ربما تساؤله مشروع، لأنه وعائلته كلهم يعملون وبالكاد يؤمنون مصروف بيتهم، وأبو حسن لا هو ولا أولاده يعملون. ولكن المثل الكردي يقول: من لم يكن في بيت أحدهم لا يعرف أحوال هذا البيت. أبو حسن يستيقظ باكرا كعادته ويفطر ليبدأ بممارسة رياضة التدخين، ولكن في هذا اليوم يعكر جاره صباحه. سوار: السلام عليكم. أبو حسن: وعليكم السلام، تفضل بالجلوس. سوار: أرأيت هذه المصيبة؟ أبو حسن: أي مصيبة؟ سوار: ضرب الموسم في هذه السنة أيضا. أبو حسن: يا ستار، ولماذا؟ سوار: الحشرة. أبو حسن: أيضا هذه السنة؟ سوار: نعم، لقد رأيت الكثير منها. أبو حسن: ومتى رأيت؟ سوار: أنا قادم من بين الزرع. أبو حسن: يا رجل، وما الذي أخذك في هذا الصباح الباكر لتجلب لنا هذه البشارة؟ سوار: حلمت فجرا بأن زرعي يحترق، واستيقظت مذعورا وتوجهت مباشرة إليه. أبو حسن: يقول كبار السن للزرع 70 مرضا وأخفها الحريق. سوار: فعلا، فالحريق يمكن السيطرة عليه، أما الحشرة فصعب جدا. أبو حسن: وهل نسبتها كبيرة؟ سوار: نعم، ويجب أن نفعل شيئا. أبو حسن: وماذا سنفعل؟ سوار: نطلب من دائرة الزراعة أن ترش مبيد الحشرات. أبو حسن: عليهم أن يرشوا الدواء بواسطة طائرة زراعية، وهذا صعب. سوار: ولماذا صعب؟ أبو حسن: ألا تعرف الروتين؟ إن بعثوا طائرة فلن يبعثوها اليوم أو غدا. سوار: مهما يكن يجب أن نذهب ونطالبهم بحل. أبو حسن: سنذهب، لأننا أصلا نزرع ونتعب ونحصد لهم. سوار: فعلا، فهم يشترون منا بثمن بخس ليبيعوه بالدولار. أبو حسن: عجلي بالفطور يا أم حسن. يفطر الاثنان، يركبان الدراجة النارية العائدة لسوار ويتوجهان إلى الترباسية. وعند وصولهما إلى دائرة الزراعة شاهدا أناسا آخرين من قرى مختلفة تعاني المرض نفسه، ويطالبون مدير الزراعة بحل عاجل، وإلا لن يروا شيئا من المحصول. يسمع الاثنان أحدهم يخاطب المدير: إن لم تجدوا لنا حلا فأنتم الخاسرون، لأن أحدا لن يدفع ديون المصرف الزراعي. يتقدم الاثنان من مدير الزراعة الذي لا يرفع رأسه خلال الكتابة، وضغط الناس عليه يزداد. سوار: قريتنا أيضا تضرر محصولها. المدير: ما اسم قريتك؟ سوار: تل الجراد. المدير: لكن ما أعلمه أن محصول قريتكم لم يتضرر. سوار: إذا أنا أكذب عليك. المدير: لم أقل ذلك، ولكن هذا ما سمعته. سوار: بل تضررت كثيرا، اليوم شاهدت الحشرات وهي تلتصق بالسنابل. المدير: سأسجل قريتكم في الدور. أبو حسن: ومتى سيصلون الدور؟ المدير: يومان أو ثلاثة. سوار: يكون المحصول قد انتهى. المدير: وما ذنبي، فكل ما لدينا طائرتان، بينما عدد القرى يتعدى 200 قرية، وها قد سجلت تل الجراد على الدور. أبو حسن: دعنا نمشي. سوار: ولكن 3 أيام كثيرة. أبو حسن: امشي معي الآن. سوار غاضب جدا، وقبل أن يركبا الدراجة: لو كنا جادلناه أكثر لقدم دورنا. أبو حسن: لا يجوز ذلك، ألم ترى الناس كلها متضررة؟ نحن لسنا أفضل منهم، حتى وإن جادلناه فما كان ليقدم الدور. سوار: طبعا، لأن هناك من دفع له.
أبو حسن العلم عند الله، دعنا نمشي. ينتظر أهل القرية 3 أيام ولا يرون طائرة تحوم فوقهم، وفي اليوم الرابع يأتيهم الفرج، ولا يعلم أحد سوى الله كم خسرت السنابل من حبوب في أيام الانتظار. طلاب يدخلون وآخرون يخرجون، والمكتبة مليئة، حتى إن بعضا منهم يدرس في ساحتها، فقد اقتربت الامتحانات وأصبحت المدينة الجامعية كخلية نحل في هذا الصباح الجميل. أما جوان فينتظر هيلين كعادته أمام بابها كي يتوجها إلى الكلية سيرا على الأقدام، لأنهما يستمتعان بالمسير بعضهما مع بعضه. لكنها لم تأتي، بل صديقتها جاءت. علياء صباح الخير. جوان صباح الخير. علياء كيف حالك؟ جوان الحمد لله، وأنت؟ علياء الحمد لله. أنت بانتظار هيلين أليس كذلك؟ جوان نعم، وكيف عرفت ذلك؟ علياء هي قالت لي وطلبت مني أن أخبرك عن ذهابها لديريك. جوان لماذا ذهبت؟ وكيف لم تخبرني؟ علياء وكيف ستخبرك؟ فقد ذهبت يوم الخميس مساء، وأنت لا هاتف محمول لديك، وجاءها اتصال من والدتها بأن والدها مريض فجن جنونها وذهبت مسرعة، ومع ذلك طلبت مني أن أخبرك بذلك. جوان وما الذي أصاب والدها؟ علياء نوبة قلبية. جوان وما وضعه الآن؟ علياء اتصلت بها البارحة وكان وضعه مستقرا. جوان عليه العافية، يجب أن أتصل بها. علياء كيف؟ جوان أنت ستساعدينني وتتصلي بها كي أتكلم معها. علياء كما تريد، لكن دعنا نذهب للمكتبة ونتصل بها بعد ساعة لأن الوقت الآن مبكر. جوان معك حق، هيا بنا. يذهب الاثنان للمكتبة ويقضيان تلك الساعة بالحديث عن هيلين، وتتحدث علياء كثيرا عنها وكيف كانت قبل التعرف عليه، وأنها لم تكن تشبه الفتيات اللواتي كن يقضين وقتا طويلا بالتحدث عن الحب وشجونه، أما هي فكانت دوما مستمعة وغير مستمتعة بهكذا أحاديث، وكيف تغيرت فجأة وأصبحت تهتم بنفسها كثيرا وتشرد حتى عرفت كل صديقاتها بأنها عاشقة. تمضي الساعة فيطلب جوان منها الذهاب للتحدث مع هيلين، وينتظران طويلا حتى تنهي إحدى الطالبات التحدث مع والدتها على الهاتف، بحيث لم تترك موضوعا إلا وفتحته مع والدتها. كانت فضولية جدا، فقد سألت والدتها قبل أن تغلق الهاتف ماذا طبخت اليوم، وكانت تتكلم بصوت عال. خرجت من كابين الهاتف لتدخل علياء وتتصل. حمد جوان الله عندما قالت علياء كيف حالك خالتي، فماذا لو اتصل هو وردت عليه والدتها؟ حينها كان سيتعرض لموقف محرج. علياء تفضل السماعة وأنا سأذهب. جوان لك الشكر. في الطرف الآخر ترتاح هيلين عندما تسمع جوان وهو يقول لصديقتها لك الشكر. جوان مرحبا. هيلين أهلا علياء، كيف دراستك؟ يعلم حينها بأنها ليست لوحدها. جوان الحمد لله، كيف أصبح والدك؟ هيلين حالته مستقرة الآن. جوان هل هو في البيت؟ هيلين نعم منذ البارحة. جوان الحمد لله، وماذا قال الطبيب؟ هيلين قال يجب أن يترك التدخين ويبتعد عن أي شيء يزعجه. جوان هنا الأطباء ممتازون، لماذا لا يأتي إلى دمشق؟ هيلين قلنا ذلك، ولكن طبيبه جيد وقال لا توجد حاجة لأن تأخذوه. جوان وأنت متى ستأتين؟ هيلين بعد غد سأكون في دمشق. جوان سأنتظرك بفارغ الحب. هيلين وأنا أيضا. جوان أحبك. هيلين وأنا أيضا، واهتمي بدراستك حبيبتي لأن الامتحانات اقتربت. جوان حاضر، وسأغلق الهاتف لأنك لست لوحدك، ولولا ذلك لنمت اليوم والسماعة بيدي. هيلين أنا واثقة من إصرارك. يبتسم جوان ويعلم بأنها واثقة من حبه. جوان الحمد لله على سلامة الوالد، ودمت بخير حبيبتي. هيلين دمت بخير. يغلق الهاتف وقد ارتاحت روحه بعد حديثه معها، وبعد أن قالت بأنها بعد غد ستكون في دمشق وسيتحمل هذين اليومين. يخرج من المدينة متوجها إلى الكلية بالباص ليجلب بعض المحاضرات لأنه لن يداوم غدا، وبعد غد سيكون في المدينة، فقد اشتاق كشوق الأرض الظمأ للمطر،
ويتمنى لو يذهب للبيت وينام ولا يستيقظ إلا بعد غد، لأن بعد الحبيب يؤلم ولا يقوى عليه المحب، إلا أن أمنيته في نوم عميق وطويل لم تتحقق. فعند وصوله إلى البيت رأى أخاه أحمد على غير العادة قد جاء من العمل باكرا ويتحدث مع شيار بحماسة. جوان، هل أنت مريض يا أحمد؟ أحمد: لا، ولكن أخذت إذنا من صاحب المشغل. شيار: استراحة محارب. جوان: وما هذه الخدوش على وجهك؟ شيار: لقد تشاجر مع الفتيات. جوان: هل فعلا تشاجرت مع الفتيات؟ أحمد: كلا، لقد تشاجرت مع شابين من المشغل. جوان: لماذا؟ أحمد: لأنهما شتما نادي الجهاد الرياضي. جوان: وهل كانا يعلمان بأنك من الجزيرة؟ أحمد: نعم، ومن قامشلو حصرا، لأنهم هنا لم يسمعوا إلا بقامشلو. شيار: ولأن نادي الجهاد من قامشلو قاما بشتمه أمام أحمد. أحمد: واعتبرتها موجهة لي. جوان: إذن كانت مشاجرة رياضية. أحمد: نعم. جوان: وهل تشاجرتم في المشغل؟ أحمد: كلا، لقد قلت لهما لن أشتم ناديكما، ولكن إن كان فيكما ذرة رجولة فاصعدا إلى سطح المبنى وسنتحاسب. يضحك جوان كثيرا لأنه يعرف بأن أخاه لا يحب الشجار. جوان: طبعا قلت لهما ذلك لأنك اعتقدت بأنهما لن يصعدا لسطح المبنى. أحمد: كلا، ففي تلك اللحظة كان الغضب يتملكني وأردت أن ألقنهما درسا. شيار: أحمد قال لي كل شيء، لذلك سأذهب لأحضر الغداء للبطل. جوان: أكمل. أحمد: صعدنا للسطح وغدر بي أحدهما وخدش وجهي، فما كان مني إلا أن أخلع حزام بنطالي وأضربهما بكل ما أوتيت من قوة. جوان: ألم يكن هناك أحد كي يدخل بينكم؟ أحمد: كان هناك عمال المشغل ولكنهم لم يستطيعوا فعل شيء، فضربي لهما كان عنيفا. جوان: قل الصراحة، هل كنت المنتصر؟ أحمد: نعم، والجميع يشهد على صراخهما وأنا أضربهما. جوان: وكيف انتهت المباراة؟ أحمد: أحدهما هرب، فقام عمال المشغل بإمساكي وأخذوا الحزام مني. جوان: ومن أين جاءتك هذه الشجاعة؟ أحمد: لا أعلم. جوان: وماذا فعل صاحب المشغل؟ أحمد: لم يعلم بالأمر، لأننا اتفقنا على ذلك قبل المشاجرة. جوان: أكمل. أحمد: نصحني عمال المشغل بالذهاب إلى البيت تحسبا لأي طارئ، فأخذت إذنا من صاحب المشغل. جوان: وهل تعتقد بأنهما سيسكتان بعد ضربك لهما؟ أحمد: لقد خافا مني كثيرا، وقد قلت لهما إن جلبتما مؤازرة سأجلب جيشا من المؤازرين، ولن يتجرأ أحد منهما أن يفعل شيئا. جوان: كن حذرا منهما. أحمد: سأتخذ احتياطاتي. شيار: لقد جهز الغداء. جوان: فعلا كما قلت يا شيار، لقد تشاجر مع فتيات. شيار: لقد لقنهما درسا قاسيا. جوان: ولكن يجب أن تضبط أعصابك أكثر يا أحمد. أحمد: بربك لو كنت مكاني فماذا كنت تفعل؟ جوان: كما فعلت أنت. شيار: إلى الغداء. يجلس الثلاثة على الغداء. أحمد: ما وضعك أنت وهيلين؟ جوان: إنها في ديريك لأن والدها مريض. شيار: إذا من الآن وحتى عودتها سيبدأ مسلسل الحزن، وستسهر ليلا وتدخن كثيرا وستصاحب الشمعة. جوان: لا يا صديقي، لأنها ستعود بعد غد، ثم لماذا الحزن وأنا أحملها في قلبي وهي تحملني في قلبها؟ شيار: يا للحظ، لماذا لا تحبني إحداهن؟ جوان: عليك بهيفين. شيار: يا ستار، وهل أستطيع أن أحب عقربا؟ ثم إنها تهواك يا عاشق. أحمد: ما قصة هيفين هذه؟ فدائما تتحدثون عن مؤامراتها، ألا يستطيع أحد أن يضع لها حدا؟ شيار: إنها كتلة من نار، نخشى الاقتراب منها. أحمد: عرفني عليها وسأكبح تقدمها. شيار: بالحزام. يضحك الثلاثة. جوان: لا تلزمك هذه المعرفة. أحمد: ولكنها لا تخجل من نفسها، وأنتم المتعلمون ناعمون، وأساليب النقاش الهادئ لا تنفع مع أمثالها. شيار: وماذا سينفع معها؟ أحمد: يلزمها أسلوبي في الكلام. جوان: دعك منها، فهي لا تستحق
أن تأخذ هذا الوقت للحديث عنها. شيار فعلا لا تستحق. أحمد كما تريدان. جوان ونحن نستحق أن نشرب كأسا من الشاي من بين يديك بعد هذا الغداء الممتع. أحمد فعلا. شيار لقد اتفقتما ضدي. كما تريدان. اهدأ يا شوق، فقلبي لا يتحمل ضغطك وإصرارك، فأنا ضعيف وضرب سكاكينك يؤلم. اهدأ يا شوق، فكل الأشياء الجميلة بعيدة عني. قريتي البائسة والسنابل الحبلى بالقمح، ومجيء السنون في هذا الوقت، والغروب الحزين الشمس فوق تلك التلة التي تحتضن تاريخا من الحروب والمطر، والليل الهادئ الذي يعيد للروح نقاءه، وكل شيء يشدني إلى تلك القرية الطينية التي لا تحوي إلا بيوتا بائسة وأناسا بسطاء وحقول قمح لا تنذر بخير وفير، وتلك الصباحات الرائعة التي ترافقها زقزقة العصافير على أشجار بيتنا، واجتماع العائلة على ذاك الفطور الفقير بصحونه والغني بجمعه لأفراد العائلة. اهدأ يا شوق، فكل الأشخاص الطيبون بعيدون عني. أمي الغالية التي لم تنقطع معاناتها منذ الطفولة وحتى الآن، ولا زالت تبتسم وتتحمل وتزرع المحبة في قلوبنا. وذاك الصادق الذي يتحمل معاناة بحجم جبل ويكافح ليكمل رسالته، ويرانا بشهادات عالية ولا يستسلم لليأس، ويتأمل من ربه الفرج. وعندما يكون الموسم بائسا يتأمل خيرا في الموسم الذي يليه، ويأخذ الكثير من أكياس القمح. وعندما نقول له بأن الأكياس كثيرة يقول لنا: أنا أطلب من ربي ولا أطلب منكم. وتلك التي احتلت ممالكي وهدمت أسواري وفجرت 100 ينبوعا في صدري أيضا بعيدة، واشتقت لريحها. فاهدأ يا شوق، فضلوعي لا تحتمل رياحك. اهدأ. شيار: ألا تنام؟ جوان: نعم سأنام. شيار: ألم أقل بأن مسلسل الحزن سيبدأ؟ جوان: لست حزينا بل أنا مشتاق. شيار: للحبيبة؟ جوان: لكل شيء. لماذا استيقظت؟ شيار: رأيت حلما مزعجا. جوان: ماذا رأيت؟ شيار: رأيت بأنني أرسب في هذه السنة. جوان: عين خيرا صديقي، أنت مجتهد وستنجح. شيار: إن رسبت سيذهب تعب أبي عبثا. جوان: تعبك أم تعب أبيك؟ شيار: بل تعبه، لأنه يجهد نفسه كثيرا حتى يؤمن مصروف دراستي. جوان: همنا واحد، لذلك لا خيار أمامنا سوى النجاح. شيار: لا بارك الله في الأساتذة الذين يظلمون. جوان: آمين. شيار: دعنا نسهر. جوان: كلا، خذ اشرب الماء وسننام، لربما ترى حلما تنجح فيه. شيار: إن شاء الله. جوان: تصبح على النجاح. شيار: أجمعين. فطور القرويين على بساطته طيب جدا وطازج، فها هي العائلة مجتمعة على الخبز الخارج توا من التنور، واللبن الذي جلبته ابنة الجيران، وبيض الدجاجات الخائفة. ذهب الصغار الثلاثة إلى المدرسة، فبقي حسن ووالديه، وهم كبقية أهل القرية يستيقظون باكرا سواء كان لديهم عمل أم لا، ولا يعكر نقاء هذا الصباح إلا طلب حسن. حسن: لم يبقى معي مصروف. أبو حسن: وماذا فعلت بالنقود التي أعطيتك إياها المرة السابقة؟ حسن: صرفتها.
أبو حسن: وأين صرفتها يا معلم؟ حسن: أجرة البيت، وذهبنا في رحلة. أبو حسن: جميل جدا، أنا أتدين لأجل دراستك وأنت تتنزه. حسن: كل الطلاب ذهبوا، فهل أصغر نفسي أمامهم وأنا بن أبو حسن؟ أبو حسن: وكأنك ابن رئيس الجمهورية. حسن: بل أكبر. حسن: ما المشكلة أن يذهب في رحلة مع أصدقائه؟ أبو حسن: المشكلة أن أباه ليس كآباء أصدقائه. حسن: اقترب موسم الحصاد وإن شاء الله ستكون الأمور جيدة. أبو حسن: تتكلمان وكأن الموسم سيأتي بالذهب بدل القمح، ثم لا تدافع عنه دوما لأنه بذلك يتمادى أكثر. حسن: والعمل؟ أبو حسن: لا يوجد مصروف. حسن: يعني أترك المعهد؟ حسن: تترك المعهد ولم يبقى لنهاية الفصل الثاني سوى شهر. حسن: ألا تسمعين أبي؟ حسن يقول ذلك من قهره. يبتعد أبو حسن عن الفطور ويلف السيجارة. أبو حسن: والعمل؟ حسن: ليس أمامك سوى أبو خالد. أبو حسن: لأن أبو خالد أصبح مثيلا لك ولأبيك، أليس كذلك؟ حسن: هو طيب ولا يقصر، فعندما بعثتني إليه في المطر قال لي: أبشر أنت وأبوك. أبو حسن: إذن اذهب إليه. حسن: حاضر، ولكن بعد أن أدخن، أقصد بعد أن أشرب الشاي. أبو حسن: بل الأولى هي الصادقة. حسن: لقد هدمت صدرك ابني، في الليل أسمع سعالك الدائم. أبو حسن: أصلا نصف مصروفه على الدخان. حسن: دائما تظلمني، لن أشرب الشاي، سأشربها عند أبو حسن. البعد اختيار للحب. فخلال اليومين الماضيين فكر جوان مليا بالشهور التي مرت، وكيف تعرف على هيلين وأحبها، وكيف حاولت هيفين جاهدة التفريق بينهما، وتأكد بأنه لا يستطيع الابتعاد عنها ولا يتصور حياته بدونها، فسيتحمل أي شيء لأجلها، فقد منحته روحا جديدة، واليوم سيراها بعد أن تحمل بعدها مرغما. لذلك لم يصدق كيف وصل للمدينة الجامعية، وأحس بأن المسافة بين باب المدينة والوحدة التي تسكنها أصبحت أطول من ذي قبل، ولم يجلس على ذلك المقعد لينتظرها كما فعلها سابقا، بل ذهب ووقف عند باب الوحدة وطلب من إحدى الطالبات أن تنادي هيلين التي كانت تتوقع مجيئه في أي لحظة وكانت حاضرة للقاء، ولم تصدق أن تخبرها تلك الطالبة حتى خرجت مسرعة من الوحدة، فشوقها له لا يقل عن شوقه لها، فتراه يذهب ويأتي أمام باب الوحدة، ففاجأته بأجمل كلمة وظهره إليها: هيلين أحبك. جوان: وأنا أشكر الله وأشكر أمك. يمد يده ويتصافحان بحرارة. هيلين: ولماذا تشكر أمي؟ جوان: لأنها ولدتك. هيلين: بذلك أنا أيضا أشكر أمك. جوان: كيف أصبح والدك؟ هيلين: أفضل بكثير. جوان: الحمد لله، دعينا نذهب. هيلين: إلى أين؟ جوان: سوق الحميدية. هيلين: ولماذا لا نجلس هنا؟ جوان: دائما نجلس هنا، سنغير المكان. هيلين: كما تريد. طوال الطريق وهو ممسك بيدها ويغازلها غير مكترث بركاب الباص ونظرات بعضهم الفضولية، وهي أيضا غير مكترثة، وحتى عند النزول من الباص لم يترك يدها. السوق مزدحم جدا بالرغم من الحرارة المرتفعة نوعا ما، وبالرغم من طول السوق الممتد لمئات الأمتار، إلا أن السير فيه صعب، فهناك السياح وأهل الشام وزائرو الشام من المحافظات الأخرى، فجمال هذا السوق وقيمته التاريخية يجلب الكثير من الناس، إضافة لكثرة الدكاكين على جانبيه والمظلة التي
تغطيه وتحمي الزائرين من شمس الصيف ومطر الشتاء. هيلين، هل تعلم طوال السنين الماضية لي هنا لم آتي لهذا السوق سوى 3 مرات بسبب الازدحام. جوان، أنا أتيت كثيرا. هيلين، بالتأكيد كنت تأتي لأجل الفتيات. جوان، لا يخلو الأمر، انتظري دقيقة، هنا محل معروف بمثلجاته. يدخل جوان ولا يخرج إلا بعد 5 دقائق وفي يده المثلجات. هيلين تأخرت جوان لأن المحل كان مليئا بالزبائن. يصلان لنهاية السوق وهما مستمتعان بكل شيء يعرض. هيلين، هل سنعود؟ جوان، لا، سنذهب إلى حارات الشام القديمة، فهنا توجد حارة اليهود. هيلين، وهل يوجد فيها يهود؟ جوان، لا، لقد هاجروا إلى فلسطين وبقيت الحارة باسمهم. هيلين، دعنا نذهب. صحيح، نسيت أن أخبرك بأني اشتريت هاتفا محمولا كي تطمئنني أمي على أبي بشكل دائم. جوان، مبارك، وأنا أيضا سأتصل بك. هيلين، بالطبع. جوان، هذه هي الحارة، أزقتها ضيقة وبيوتها قريبة جدا من بعضها، وهي مبنية من الحجارة، ولكنها تسعد زائرها بكل شيء فيها. هيلين، ولكنها مسكونة، انظر إلى الورود التي تزين نوافذ البيوت. جوان، نعم، وبعد أن ننتهي من هنا سنذهب إلى قصر العظم. هيلين، وهل هو بعيد؟ جوان، لا، انظري إلى الحمامتين على تلك النافذة. هيلين، كم هما جميلتان. جوان، يتغازلان. هيلين، وماذا يقولان؟ جوان، الذكر يقول للأنثى لقد اشتقت إليك ولا أقوى على فراقك، فلا تبتعدي عني فأنا أذوب. هيلين، الحمام يقول ذلك. جوان، بل أنا. أمام باب القصر يشتري جوان تذكرتين للدخول، وبمجرد الدخول تنبهر هيلين. ساحة مليئة بالورود والشجر، وتحيط بها غرف كثيرة، ويرشدها جوان إلى حمام القصر وحبة القمح التي كتبت عليها قصيدة بإتقان وإبداع منقطع النظير، إذ لا يستطيع المرء قراءتها إلا بالمجهر. ويأخذ بيدها إلى الغرفة التي تحتوي السيوف والخناجر القديمة. جوان، انظري إلى هذا الخنجر. هيلين، خنجر كردي، مكتوب عليه خنجر كردي. جوان، نعم، كان للكرد دورا في تاريخ سوريا، إلا أنهم ينكرون ذلك. هيلين، أخفض صوتك. جوان، دعينا نذهب إلى أكبر مطعم في دمشق. هيلين، وهل يوجد أكبر مطعم بين هذه الحارات الضيقة؟ جوان، سترين الآن. يخرج الاثنان من القصر وهيلين سعيدة بما رأته اليوم. جوان، هيلين. هيلين، نعم. جوان، أحبك. هيلين، وأنا أيضا. جوان، وأنت أيضا ماذا؟ هيلين، قلتها لك أمام باب الوحدة. جوان، وهل ستخسرين نقودا إن قلتها مرة أخرى؟ تضحك هيلين. هيلين، أحبك يا جوان، أحبك. جوان، وأنا أحبك بقدر قطرات المطر. هيلين، ولماذا توقفت؟ جوان، لقد وصلنا المطعم. هيلين، أي مطعم؟ إنه دكان صغير لا يستطيع الرجل أن يتحرك، وبالكاد يقطع الشاورما. جوان، معظم السياح يأتون إليه لأن طعامه لذيذ. هيلين، وأين يجلس الناس؟ جوان، هنا مقابل المطعم على هذه الكراسي. هيلين، في الشارع؟ جوان، نعم، وعندما يقوم هؤلاء نجلس مكانهم، لأن هناك الكثير ينتظر أن يقوم بعضهم ليجلسوا مكانهم. هيلين، لقد قاموا، اجلس بسرعة. يستمتعان بالطعام البسيط والجلوس في الشارع، فيدخن جوان سيجارة. هيلين، أنت تدخن كثيرا. جوان، سأخفف التدخين قبل أن تطلبي مني ذلك. هيلين، بالضبط، دعنا نذهب. يمضي الاثنان باتجاه موقف الباصات. هيلين، فعلا أكبر مطعم، طعامه لذيذ، والانتظار أحدهم كي يقوم وتجلس مكانه لذة أخرى. جوان، إنه مطعم معروف جدا هنا في منطقة النافورة. هيلين، ستذهب إلى ركن الدين؟ جوان، لا، سأوصلك إلى المدينة. هيلين، لا، بل اذهب وادرس.
وأنا سأذهب لوحدي، لقد جاء الباص. جوان كما تريدين. هيلين نلتقي في الكلية. جوان بالتأكيد مع السلامة. تدخل الغرفة والفرح ينهمر من عينيها، وتحضن علياء بقوة قائلة لها: أحبك أحبك. علياء: وأنا أيضا أحبك صديقتي، هل كنت معه؟ هيلين: نعم، وقلتها له وكررتها. علياء: ماذا قلت له؟ هيلين: أحبك. علياء: وهل هذه أول مرة تقولين له ذلك؟ هيلين: لا، ولكن كلما كررتها أكثر أشعر أنني أحبه أكثر. هو يحب تكرار هذه الكلمة. علياء: اجلسي واخبريني أين كنتما؟ هيلين: ذهبنا إلى دمشق القديمة. علياء: إنها جميلة جدا. هيلين: لم أزرها قبلا، وذهبنا إلى سوق الحميدية وقصر العظم، وتناولنا الغداء في مطعم بسيط لكنه رائع. علياء: دعينا نتكلم بالعقل. وضع جوان الاقتصادي تعيس، وأنت عكس ذلك تماما، فهل ستحتملين الوضع الجديد إن تزوجتما؟ هيلين: ما يهمني هو جوان فقط وليس وضعه. نعم، سنعمل بشهاداتنا. علياء: أتمنى لكما حياة سعيدة. هيلين: لك الشكر صديقتي. علياء: نسيت أن أسألك. هيلين: تفضلي. علياء: هل تعرفين يارا؟ هيلين: تلك التي تقيم في الغرفة 105؟ علياء: نعم، أظنها من بلدك. هيلين: نعم، لكني لا أتعامل معها، إنها فتاة حسودة، تحسدني لأني كنت متفوقة عليها دوما في المدرسة. علياء: هيفين تتردد عليها، فقد رأيتهما البارحة واليوم أيضا. هيلين: لا علاقة لي بهما. علياء: ولكن هيفين تكرهك. هيلين: والمعنى؟ علياء: تقولين أن يارا تحسدك، ولاحظت ذلك أكثر من مرة، وهيفين لم تكن تأتي إلى الوحدة وما كانت تعرف يارا. هيلين: أكملي. علياء: أعتقد أن لديهما هدفا واحدا. هيلين: وهو أنا. علياء: تماما. هيلين: لا أستطيع فعل شيء، فلتفعلا ما تشاءان. دعينا للدراسة. علياء: وهذا هو الصحيح.